السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. حديثنا النهاردة يا اخوانا بعنوان تجريف مصر. حضراتكم بلد زي مصر بلد جميلة، وشعبها له طبائع وصفات أجمل، وده وضعها الطبيعي اللي خلقها ربنا عليه. وأي تدخل حضراتكم لتغيير معالمها وقيمها يسمى تجريف. إذن التجريف ببساطة هو التخريب. التجريف هو التخريب. طيب، هل مصر تعرضت للتجريف؟ بصراحة حدث ولا حرج، يعني براحتك اتكلم في النقطة دي. مصر من زمان حضراتكم وهي بتتعرض للتجريف وتغيير معالمها، واللي بيحصل ليها ولشعبها حاجة بصراحة يندى لها الجبين، حاجة موجعة ومؤلمة، وكتر خير مصر وشعبها بصراحة، لدرجة إن وضعها الحالي يفكرني من بيت المتنبي من زمان خالص: قال نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. يا رب بكون أقول بالصح بس. وعلى سبيل المثال حضراتكم هنذكر نقطة واحدة بس عشان نبين أن قد إيه مصر تعرضت للتجريف. حضراتكم مصر أو بتدور في كنف أمريكا، محدش ينكر ده. عمال أمريكا تلف وإحنا بنلف وراها زي العداد بتاع الكهرباء. طيب، مش عيب أبدا إنك تكون ناقل للمعرفة، مش عيب أبدا إنك تكون ناقل للحضارة، مش عيب أبدا إنك تكون ناقل للعلم. ده شيء محبوب وشيء تحس عليه الأديان، وإنك أنت تكون ناقل للعلم والحضارة والمعرفة ده شيء جميل جدا ومحبوب ويدعم كمان. اطلب العلم ولو في الصين. لكن حضراتكم العيب الحقيقي أنك تصبح مسلوب الإرادة، وما يكونش لك صفة، مجرد تابع فقط، يمين يمين شمال شمال. هنا بتفقد هويتك، هنا بتفقد صفاتك. حتى حضراتكم الأرض الزراعية نفسها لما تتعرض للتجريف، لأن التجريف ده أنواع حضرتك: تجريف من المبادئ، تجريف من الهوية، تجريف التربة من عناصرها الغذائية، تجريف من نشأتك، تجريف من حياتك. تجريف ده تخريب، لكن ليه أنواع كتيرة. التربة على سبيل المثال لما تتعرض للتجريف ما بتكونش صالحة للزراعة. حضرتك مش عيب تكون ناقل للمعرفة، لكن العيب كما ذكرنا أنك تنزع وتفقد صفتك وهويتك. وإن شاء الله في الأيام المباركة دي ندعو لربنا سبحانه وتعالى أن ترجع مصر وشعبها إلى حقيقتها وهويتها، وأن يزيح ربنا عننا هذه الغمة، وأن ينجينا وينجيكم من هذا الغم وهذا الضيم. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.